أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المفضل خبرني يا طير، والذي سنقوم بتغيير اسمه كي يصبح إما البيت مقصوف أو بالكفن ملفوف أو زاني أو مخطوف. نعتذر عن تغيير الاسم، ولكن كي يلامس القليل من آلام الشعب السوري. والآن ننتقل إلى مراسلنا في الداخل السوري كي يحدثنا عن حالة من حالات الشعب السوري. شكرا لك صديقي، شكرا لك. والآن ننتقل إلى الحاج مهاوش ولد غضبان كتير وما يهدى، الملقب أبو عفراء ما معه حق باكت حمراء، ليتحدث لنا عن الوضع المعيشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا أخوي، يا هلا. أولا أريد أرحب بكم بقصيدة أنا كتبتها. التم المتعوس على خيبر رجاء، نصحناكم شرقوا لا تغربوا، ما صار الا جيتوا لعنا وبيوتنا وتكم تخربوا. يا اخوي انت لا قاعد الحين على بيتي، هاي اول مصيبه. انا عندي 6 ولاد، الله يخلي لك إياهن. بنتي عفراء تجوزت وراحت هي وجوزها على لبنان، وراح معاهم اخوها مطلق. انخطفوا من على الطريق وللحين ما نعرف عنهم شيء. ابني محجوب كان يدرس بحلب، راح كمشوه من على الدرب واخذوه على الجيش، صار علواني كلب ما نريده. وولدي متعب، فاتهم الثوار علي على البيت وقالوا لي هذا علماني كافر كلب، واخذوه وللحين ما نعرف عنه شيء. وعندي بنات 2 راحوا مع الدكان، جاء صاروخ واستشهد. يا اخوي على القليله هذول دفنتهم، اعرفهم وين يعني، بس اولادي الباقيين والله ما اعرف يعني. طيب أخ أبو عفراء، أم العيال أم عفراء، أش رأيك بهذا الحكي هذا؟ يا اخوي ام عفراء كانت تعدي الشارع، جت سيارة سوار مسرعة عفستها. الله يقويهم ويحميهم، الحق مو عليهم، ها الحق ام عفراء. انا قلت لها طلعي يمين طلعي شمال، ما تطلعت، والله يرحمها ماتت يا اخوي. الله يرحمها. والحين اريد ابيع كل شيء واروح على السويد. يقولون هناك ما يظلمون البني ادم، حتى لو كنت عربي يدونك حق. كان الله بوس دريك بوس ايديك يا عمي ابو عفراء، خذني معك. ها بطلت؟ خذني معك، بتدين هونيك بوفيك، بشتغل مرقب بوفيك. حياك الله. قوم قوم يا اخوي قوم، لنلاقي حدا يشتري هذه الخرابه. ابو عفراء دقيقة ابو عفراء. وها قد خسرنا مراسل آخر. إلى اللقاء.